السلام عليكم، معكم محمد مالي من قناة ميكانولوجي. النهارده هنشرح التشارت في الاكسل. اول حاجه معانا جدول زي ده مثلا من امازون. الجدول ده مثلا بيشرح الحاجات الالكتريكال والكلوز والفون، التليفونات مثلا اللي اتباعت اونلاين وفي الستور عن طريق الميل. عايزين نعملها في التشارت. هنعمل اول حاجه محددين الجدول ده، ثم رايح على انسيرت. عندك كذا طريقه، احنا مثلا نختار الطريقه دي، ضغطنا عليها نعملها 2D. فظهر معاك التشارت بتاعتك بالشكل ده. هتلاقي عندك قيم محطوطه هنا ومحدد لك الاونلاين والستور والميل، واللون الازرق بتاع الالكتريكال، واللون البرتقاني بتاع الكلوز، واللون الرصاصي بتاع او الرمادي بتاع الفون. طيب علامه الزائد دي فايدتها ايه؟ ضغطت على علامه الزائد دي هتلاقي عندك متحدد الاكسس. لو انت ضغطت عليها هتلاقي ايه؟ اتشالت، اختفت من عندك. طيب لو انت التايتل هتلاقي عندك علامه اكسس تايتل ظهرت في الجنب اللي انت عايز تضيفها، بتضغط على علامه صح عشان تفعلها. وعندك الشورت تايتل برضو موجوده، احنا شلناها هتروح سيبناها تفضل داتا تيبل محطوطه. يعني الجدول اللي عندك ده هضفناه هنا اهو. الكتريكال متقسمه ازاي؟ 30 10 30. التقسيم بتاعتها انت عايز تشيلها برضه ممكن تشيلها عادي. وفي الايرور وفي جايدلاين وفي الاند وفي الترند لاين. تمام. فتسن عندك حاجه زي دي انت عايز تغيرها، بتقوم واقف عليها كده، تقوم ايه مغير الاسم بتاعها. او هنا لو انت وقفت ضغطتين هنا بقى تاني ممكن تغير شكل التيبل بتاعك. عندك حاجات كتير ممكن تعدلها هنا. ممكن نخليه بالشكل ده مثلا. عندك بقى هنا لو انت عايز تتحكم في الالوان بتاعته برضه ممكن تتحكم من هنا برضه طريقة تانية. يعني انت عايز تتحكم من هنا براحتك. والكلر ممكن برضه تغيره تخليه لون تاني، تغير الالوان اللي هي التلات الوان اللي جوه اللي بينهم دي تخليها حاجة تانية براحتك. يعني فلتر بقى، انا عايز اعمل فلتر ليه بقى؟ اعمل سيلكت الالكتريكال كلوز والفون. لما تشيل السيلكت ده وتعمل ابلاي وخلاص بقى عندك محدد لك حاجة واحدة بس. احنا بس حددنا التلاتة دول عادي. تمام. نعمل ابلاي خلاص بقت عندك الكروز بس هي اللي ظاهرة عندك النسب بتاعتها. الالكتريكال والفون اتشال. طب احنا مثلا عملنا الفون وشلنا دي ونعمل ابلاي تلاقي ظهرت بالشكل ده. طب حطينا قيمتين مع بعض عملنا ابلاي ظهر لك كده. ضفت التالتة معاك عملت ابلاي ظهرت كده. يعني انت تقدر تعمل فلتر ده لو قيمت بقى، لو انت عندك قيم كتير وعايز مثلا تقارن بين حاجتين مع بعض او تلات حاجات على حسب القيم اللي عندك. تايتل مثلا هنغير ده، لو ضغطنا عليها كده على علامة اللي فوق دي هيقولك هيجيلك ايه؟ الفورمات شارت تايتل. تمام. فانت عملت الفيل نو فيل، عملت صورة فيل. تقدر بقى تحدد اللون بتاعها تخليه مثلا برتقالي. كانت فيل لو انت عايز تغيرها بالشكل ده تقدر بقى تتحكم ايه في الشكل بتاعها. دي الجزء بتاع الشارت تايتل بس، احنا ممكن نسيبها كده. طبعا انت بتقدر تتحكم ايه في الحاجات دي براحتك. ده يبقى ايه الشكل الخارجي بتاعها، يعني اللي هو الاطار الخارجي. ممكن مثلا نعمله بأي لون تاني اخضر، هتلاقي عمال يتغير معاك ويظهر ايه اللي هو الاطار الخارجي. عايز اتحكم في السايز ممكن تغيره في السايز بتاعك من هنا، او الويدث من هنا برضو. والسكيل اللي هي المسافة السكيل ده برضو الحاجة دي ممكن تتحكم فيها. تكست اوبشن مثلا هيدلاين تقدر تغير الالوان بتاعتها. فاهم؟ تقدر تظبط عايز تسيبها في العادي يعني. فاهم؟ ده الجزء بتاع ايه الشارت اريا. ماشي. الاكسس مثلا لو انا قمت واقف على كده ضغط على ضغطتين على المربع من بره هنا، فبيقولك عندك المينيمم بادئ من ازاي والماكسيمم بتاعك كام. ممكن مثلا عايز تخلي مثلا الماكسيمم بتاعك عملناها 10,000. شوف اتغيرت عندك الكام على طول ازاي، لان انت خلاص كله معدل 10,000. طب احنا عملناها 100 كام قلت. عملت بقى ريست رجعت من 1000 تاني اللي هي معقولة بينهم، اللي هي اقصى حاجة مفيش حاجة تعديها، فمتظبطلك على كده. اليونتس بتاعتك والميجور والمينور حد كلها طبعا تقدر تعدل فيها براحتك. برضه نفس الكلام تقدر تعدل فيها قد ايه براحتك. ممكن برضه لو احنا عملنا انسيرت بشكل تاني نشيل مثلا الجدول ده نعمله ديليت، نحدد مثلا ده برضه تاني نعمل انسيرت بس نعمل ايه تعمله 3D. هتلاقي عندك ظهر بالشكل ده. او ممكن تغيره بقى، تقعد تغير في الحاجات اللي انت عايزها دي. ده 3D. احنا برضه ممكن نغيره نخليه هنا كده. ده بيقولك الاونلاين والستور ده بس الجزء بتاع الالكتريكال بس. يعني ده شايف ده جايبلك الالكتريكال بس. ليه؟ لان الشكل ده بياخد تراك واحد، مش زي الفرق بين ده وبين ده. مثلا ايه لو عنصر واحد يعملولك بالشكل ده عادي. ده برضه ممكن تعمله بالشكل ده. عندك اشكال كتير حسب انت محتاج لايه. فطبعا الاغلب بيستخدم اللي هو ده لانه ده بيبقى اسهل من اغلب الناس، يعني اغلب الشغل المتاح. برضه ممكن تغير فيه براحتك لو انت عايز تعمل حاجة من دي.
زي كده يعني. بس طبعا ده مش شغلنا قوي، على حسب انت شغلك ايه بتختار المجال بتاعه. طب هنمسح دلوقتي دي اللي احنا عملناه، نعمل ديليت خالص. دلوقتي اللي احنا حددنا ده احنا عاملين F11، هلاقيه فتح لك عمل لك الشارت في شيت لوحدها، يعني شايف الشارت موجودة في شيت لوحدها، هتضغط عليها بقت موجودة خلاص، بقت دي عبارة عن شيت لوحدها تقدر تتحكم فيه براحتك. احنا مثلا وقفنا على دي تقدر تتحكم في الحاجات دي كلها بتاعتك ايه براحتك، فاهم؟ ده الشغل بتاعها اللي موجود في ظهرها، فانت تبدأ تقعد تحدد الحاجات دي ايه على حسب ما انت عايز. دي السبيس برضو من الحاجة وبعضها لو احنا غيرناها، اننا بنرجع بقى للشيت الاصلي. طبعا ده احنا مش عايزينه خلاص، نقول له ديليت. فاحنا بقى مثلا لو احنا جينا على دي قلنا البيت شارت، تمام. شوف ايه بنقسمها، ممكن تقطعها لقطع زي ما انت عايز. نرجع تاني كنترول زد عشان نجمعها تاني زي ما كانت. لو انت عايز تعمل الحوار اللي احنا عملناه ده، تقوم رايح على مثلا هنا، تقوم تحكم مثلا في ايه في الانجل بتاعتها، تقدر تحركها كده تغير اتجاهها. ودي الباي عشان تقدر ايه تبعدهم عن بعض شوية. تمام. ممكن تخفي دي كمان، تقوم ضغط على ضغطتين، تقوم على نو لاين، والفيل تقوم عاملها نو فيل. فخلاص ده بقى عندك ايه، بقى عندك معادش القطعة دي موجودة، بقى التلات قطعتين بس، اللي هو بتبين حاجتين بس من التلاتة. انت ممكن تحط ده، انت عايز تخفي ده برضه انت ممكن تقوم شايل ده خالص. فانت خلاص ايه، هو تقوم محدد دي برضه كده، تقوم عاملها نو فيل تكست، تقوم عاملها برضه نو فيل. فخلاص انت كده ايه مسحتها وبقيت ايه القيم التانية موجودة. حاجة تقدر تعملها في حاجات كتير على حسب انت شغلك عامل ازاي. احنا جينا اهو بنعملها هنا زي ما احنا بنعملها تاني، شفت عليها من عملت نو فيل خلاص هي كده ايه راحت. تقوم رايح واقف على التكست، تقوم عامل برضه نو فيل خلاص، ودي تقوم واقف على البوردة بتاعت تخلينا نو فيل على دي. فانت تقدر تتحكم في الموضوع ده ايه براحتك زي ما انت عايز. طبعا في اشكال كتير ممكن تقعد تغير فيها، بس انت يعني فهمت الموضوع بشكل عام. كل الطرق اللي تقدر تستخدم بيها ده حسب شغلك انت، بتقدر تحدد انت محتاجه في ايه. لو انت هتعمل مثلا اللي هي شرط على شكل الباي دي، ممكن يبقى عندك خط واحد او نسب. الجزء مثلا لو انت عندك مثلا نسب جزء مثلا ما اكتملش، بس هي متبقاش الجزء ده من الخريطة. ليه؟ لان انت عندك مثلا نسبة مثلا البيع 80% وانت المفروض توصل 90%، فيبقى عندك خطين متحملين كده جنب بعض، ده اكتمل وده لسه ايه ما اكتملش. ده على حسب المدخلات اللي معاك تقدر تستخدم بقى ايه الشارت بتاعتك. اتمنى يكون درس بسيط ومفيد عليكم. لو ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك للقناة.